بيبدأ المسلسل في شهر نوفمبر 2017 مع واحد اسمه جابر، واللي كان واقف في المطبخ وتقريبا بيحب الطبخ جدا، وكان بيعمل صينية بطاطس كده باللحمة اللي بيحطها، لكن شكلها غريب جدا. وفي الوقت ده بتجيله مكالمة من واحد اسمه جمال السواق، وبنلاحظ ان جابر بيحط اغنية دينية ومحدش يعرف حقيقة الشخص ده الا في النهاية. بعدها جمال بيعرف جابر ان هو في الطريق عشان ياخد منه التلاجة، فبيقفل المكالمة على كده، وده عشان يتحرك على الفريزر. وهنا بنشوف جثة واحدة. وعشان تعرف القصة بالظبط كمل معانا للآخر. بنروح على يناير 2018 وبنشوف جابر قاعدة مع واحدة اسمها زينة، وبيفضل يحكي لها عن الأحداث اللي حصلت من شوية واللي شفناها مع بعض. لكن الغريب إن هي بتتكلم معاه على أساس إن هو اسمه محيي مش جابر، فبنفهم إن في قصة كبيرة جدا مع الشخص ده. ومع الوقت بنشوف إن هي تقريبا مخطوفة في مكان مهجور ومحبوسة في الشقة، وكمان محدش يعرف مكانها. فبيكمل القصة اللي كان بيحكيها. بنرجع تاني على جمال السواق اللي وصل أخيرا على البيت بتاع جمال، وتقريبا اتغدوا من صينيه البطاطس اللي بتكون اتعملت من لحم البشر. وبعد شويه بنشوف عم عيد جاره، واللي بنعرف ان هو بيحب جابر جدا بسبب ان هو هادي معظم الوقت، وكمان بيساعده في اي حاجه بيطلبها منه. هنا بنشوف ان هو اشترى له العلاج اللي مش موجود في اي مكان، وكمان مش بياخد حقه من الراجل لحد لما كل واحد بيتحرك في طريقه. وبعدها بيروح جابر على شقه تانية عشان يحفر في الارض بتاعتها، وبياخد الست اللي كانت في التلاجة من شويه عشان يحطها في الشقه وبيدفنها على طول. تاني يوم بيتحرك على اسم الشرطه بيعمل محضر، واكنه ما عملش اي حاجه امبارح، وصوته كان واطي جدا معظم الوقت وهادي، وده اللي بيخلي الناس تحبه اكتر ومستحيل ان هي تفكر فيه. وهنا بيعمل محضر عشان البنت اللي اختفت من امبارح، وهو اصلا دافنها في الشقه بتاعته، وبنشوفه عمال يتكلم مع ابوها، وبنفهم ان دي تقريبا مراته. بنستغرب اكتر ان هو متضايق عشان سابت البيت ومشيت، وبيطلب من ابوها لو ظهرت اي وقت لازم يكلمه على طول عشان يطمن عليها ويصالحها. وبعد شويه بيخرج من القسم، وفي الطريق بيمسك موبايل مراته عشان يبعت رساله لابوها اللي كان بيتكلم معاه من شويه ان هي بخير وكويسه، وهترجع تاني عشان ترفع قضيه خلع على جوزها. وده اللي بنعرف ان هو جابر، وبتكون شافت واحد احسن منه. وطبعا كان بيعمل الحوار ده كله عشان ابوها ما يفضلش يسال عليها، وكمان يطلع نفسه من الموضوع. هنا بنرجع تاني على زينة اللي سمعت الحكايه ومش مصدقه ان جابر ممكن يعمل كل ده اصلا، لحد لما بنعرف ان احنا دلوقتي في مارس سنه 2018، وفي الاخر بيسيبها. وهنا بيتحرك ابو عبله اللي شفنا جثتها في التلاجة على البيت بتاع جابر، وده عشان بنته ما ظهرتش لحد دلوقتي. فالام بتقول له ان ابنها مش فارق معاها الموضوع اصلا بسبب الفضيحه اللي عملتها، واللي هي كان قصدها ان هي هربت مع واحد تاني وسابته عشان تخلعه بعدين. مع الوقت بتستغرب ان ابو عبله اصلا بيتهم ابنها جابر المحترم والناس اللي كلها بتحبه ان هو ورا سبب اختفاء بنته اصلا من البدايه. وبنتحرك تاني على الضابط اللي بيحقق في اختفاء بنتين من فندق مشهور جدا في القاهرة، وبيشوف الأوضة بتاعتهم متكركبة وأكن حد هجم عليهم، وكمان بقعة دم كبيرة على الأرض. فبيفهم إن في حاجة حصلت في المكان مش طبيعية. الغريب إن مدير الفندق بيقول للضابط إن هو ما شافش البنات لما خرجت من هنا أصلا، وكمان ما ينفعش حد يخرج من هنا غير لما يقفل الحساب بتاعه، وده عشان ما يتحسبش عليه فلوس أكتر. وبيحاول الضابط إن هو يراجع الكاميرات المراقبة، فبيشوف زينة واحدة منهم وهي خارجة من الفندق ومعاها شنطة كبيرة، والواضح ان هي تقيله، وتقريبا كده كانت متوتره جدا وعماله تبص حواليها. طبعا بيطلب من المباحث ان هو يجيب كل الكاميرات اللي كانت موجوده في الشارع حوالين الفندق، وده عشان يعرف هي اتحركت على فين بالظبط. وبالليل بنشوف ام جابر بتتكلم مع ابنها، وان حماه جه النهارده عشان يتخانق معاها، وفضل يعرفها ان هي رد سجون ويعاير فيها. وبنفهم ان هي اتحبس قبل كده بسبب ابنها، لكن مش بنعرف التفاصيل. ومن خلال الكلام بنلاحظ ان جابر بيتكلم كويس جدا مع الام، لكن للاسف هي بتفضل تعلق على كل حاجه بيعملها، وكمان مش عاجبه حياته. وفي بيت الضابط بنتعرف على ابنه ادم، واللي بنعرف ان علاقتهم هما الاتنين مش احسن حاجه بسبب ان الضابط علاقته ناشفه جدا مع الطفل، خصوصا بعد وفاه الام. بعد شويه بنشوف جابر بيتحرك على المصنع اللي شغال فيه، لكن الغريب فعلا ان هما بيتكلموا معاه على اساس ان هو اسمه يوسف اصلا مش جابر، ولا حتى محيي اللي بتتكلم معاه زينه. وفي الاخر بيدخل عند صاحب المصنع واللي كان اسمه الحاج سيد. بنشوفه بيتخانق مع واحده من البنات اسمها نجلاء بسبب ان هي عاوزه تدير المصنع بنفسها، فيوسف بيعرفها ان الموضوع هيكون صعب جدا عليها. بيعرف الحاج سيد ان هو ممكن يتكلم معاها بهدوء ويشاركوا الاداره مع بعض لحد لما بيخلص اليوم على كده. وبالليل بنعرف اصلا ان نجلاء على علاقه مع يوسف، واللي بتكون في نفس الوقت مرات الحاج سيد. وفي وسط الكلام بنعرف ان يوسف هيتكلم مع سيد كمان شويه، فبيطلب منها تفضل في الاوضه لحد لما يخلص ويرجع لها.
هنا بنشوف ان الحاج سيد بيتكلم مع واحده عشان تبعت له صور، لكن الغريب ان هي مش بتتمسح ابدا وبترجع تاني، وطبعا مش فاهم اللي بيحصل فبيطلب المساعده من يوسف. والمضحك في الموضوع ان هو خايف ان النجلاء تعرف ان هو خاين، ومش فاهم ان هي كانت مع يوسف من شويه في الاوضه، فبيمسح له الصور فعلا. بعدها على طول بيلاحظ ان هو مراقب كل البيانات بتاعه الحاج سيد من خلال اللابتوب بتاعه، وبيخلص اليوم لحد هنا. والصبح بيتحرك تاني على المصنع، وبنشوف عم صادق واللي بيساله عن البنت اللي بتكلم الحاج بقالها كام يوم، فبيقول له ان هو ما يعرفش حاجه لحد دلوقتي، واول لما يوصل لاي معلومه هيقول له على طول، وده طبعا بدون اي مقابل. طبعا يوسف بيكون عارف كل حاجه لكن بيجهز لخطه جديده واللي هنعرف تفاصيلها كمان شويه، فكمل معانا للاخر. وهنا الضابط بيفضل يشوف الفيديوهات بتاعت التسجيلات، وبيلاحظ ان زينة كانت واخده الشنطه على العربيه، وكمان كان معاها شخص بس مش باين من خلال فروع الشجر. وهنا الضابط بيعرف ان الشنطه على العربيه مستحيل يكون فيها اي هدوم، وان هي لو كانت هتخرج عادي مش هتبقى خايفه بالمنظر ده. وكمان في دم في الاوضه اللي خرجوا منها في الفندق، وللاسف مش لاقي البنت التانيه لحد دلوقتي، واللي تقريبا كده بتكون هي اللي مقتوله في الشنطه اللي معاها. وهنا بنلاحظ ان الشخص اللي كان معاها اصلا جابر، لكن الضابط ما قدرش يتعرف عليه لحد لما بنرجع تاني على الشقه بتاعته. بعد شويه في رساله صوتيه بتيجي على الموبايل بتاع زينه، ولما بيفتحها بيعرف ان امها اللي بتتكلمها، وبتعرف بنتها ان ابوها خرج من البيت من شويه. بيتحرك على الاوضه بتاعتها عشان يديلها الموبايل ويتكلم الام قبل ما ابوها يرجع تاني على هناك، واللي بتكون مستغربه ازاي مش بترجع على البيت عشان تشوفها. وبتحاول زينه تعرفها ان هي بتصور مسلسل وهترجع قريب جدا، فبتقلق الام عليها اكتر وبتستغرب ان هي المفروض كانت بتصور فيلم مش مسلسل. فجابر بياخد منها الموبايل عشان يقفل السكه على طول. بتحاول تعرفه ان هي ما كانتش تقصد كده فعلا ونسيت الموضوع، وبنلاحظ ان هي تقريبا معجبه بيه وبتقرب منه، لكن مع الوقت هنعرف هي ليه بتعمل كده. والناحيه التانيه الضابط بيطلب عيله زينه بالكامل، وده عشان يحقق معاها في الاختفاء. وبنشوف ان ابوها كان بيتخانق معاها معظم الوقت بسبب ان هي عاوزه تمثل وتبقى مشهوره. ولما بيسال عن هاله البنت اللي اختفت معاها في نفس اليوم، بيعرفوا الاب ان هي اصلا مش كويسه وتصرفاتها وحشه. والضابط بيطلب من الام ان هي تتكلم عن بنتها، فبتعرفها ان صاحبتها كويسه وكل حاجه، لكنها كانت بترجع متاخر من التصوير وجوزها ما يقصدش اي حاجه من اللي قاله. بعدها بيدخل على سلمى اخت زينه، وبتقول له ان هي خرجت من البيت بعد لما اتخانقت مع ابوها، وكمان ضربها بسبب ان هي عاوزه تسافر على دبي. بعد شويه بيسال على جوزها، فبتقلق جدا من السؤال، وبتعرفه ان هو مسافر ومستغرب ان هو بيعمل كده في الوقت ده. فبتقول له اول لما يرجع هقول له يجي على الاسم على طول. وكمان بنشوف ان العربيه اللي كانت في الكاميرات متأجره اصلا ببطاقه مضروبه، وللاسف الضابط مش هيعرف يوصل لحاجه بسبب كده. بعد شويه بنتحرك على جابر اللي دخل البيت بتاع نجلاء مرات الحاج سيد، وبيعرفها ان هو خلص عليه من شويه، فبتفرح بالاخبار بتاعته. هنا بيوريها السلسله اللي جابها عشان يفرحها اكتر، لكن للاسف مش بتلحق تقول حاجه بسبب ان هو خلص عليها بالسكينه، ومحدش فاهم هو ليه بيعمل كده. وبعد لما بيخلص عليها وبيعرف ان هي ماتت اخيرا، بيحط السكينه في الشنطه، وبعد كده بيطلع سكينه جديده عشان يحط فيها دم نجلاء. فبيفتح الموبايل بعدها عشان يبعت رساله على جوزها سيد، وتعرفه ان هي شافت الصور بتاعت البنات، وبتطلب منه يجي على البيت حالا والا هتعمل له فضيحه. وفي نفس الوقت بيطلع موبايل الحاج عشان يبعت رساله على البنت اللي كانت بتبعت له الصور، وبيسالها عن اللي حصل مع نجلاء من شويه. فبكل بساطه الموضوع هيكون موجه للحاج سيد ان هو قتل نجلاء بعد لما عرفت ان هو بيخونها، وللاسف محدش هيصدقه بسبب ان الرساله بتكون خارجه من الموبايل بتاعه. وهنا الشرطه بتوصل على البيت عشان يحققوا معاه، وفعلا بيكون المتهم الوحيد قدامهم. فبيشوفوا السكينه اللي واقعه على الارض وعليها دم نجلاء، وبيكون الحاج سيد فرحان ان ده دليل براءته، وما يعرفش ان دي السكينه اللي قطع بيها التفاح لما كان عند جابر عشان يمسح له الصور. بعد شويه بيرجع على زينه اللي بتجهز نفسها، وكمان بيديلها سلسله ذهب لسه جديده، فبتفرح جدا بيها، وبيفضل ياكل معاها لحد لما بتساله عن اللي هيعمله مع اختها سلمى. وفي الوقت ده بيعرفها ان هو مبقاش يحبها زي الاول وشكله هيطلقها، واللي بنعرف ان هي اخت زينة اصلا، وبتساله كان هيقتلها ولا لا. في الوقت ده بيرجع تاني للذكريات بتاعته، وبيعرفها على اول مره يحس فيها ان هي كانت بتحبه فعلا، واللي كانت في سنه 2014 بالظبط كده في شهر مارس. وبنشوف ان زينة بتكلمه عشان المنتج كان مضايقها، فتقريبا كان عاوز يتخانق معاه، فبتمنعه من الموضوع قبل ما تحصل مشكله كبيره. في الاخر بيعرفها محي ان هو مستعد يتجوزها وينتج كل افلامها بدل البهدله اللي هي
بتروحها، فبتعرفه ان هي ما عندهاش نفس الشعور تجاهه وان هي بتحب واحد اسمه زياد. وبعدها على طول بيسألها ليه بتكلمه أول واحد لما بتحصل لها مشكلة، فمش بترد على السؤال بتاعه وبتنزل بعدها من العربية عشان ترجع البيت. بنلاحظ إن محي بيكون سبقها وفي الوقت ده متقدم لأختها سلمى، ولما بتوصل زين على البيت بتعرف إن هو بقى خطيب أختها ومش مصدقة إن ممكن ده يحصل. وبنرجع تاني على الوقت الحالي وبيسألها ليه كانت متعصبة في اليوم ده، وهددته إن هي ممكن تقول لأختها على كل حاجة طالما مش بتحبه. برضه مش بترد على السؤال، وفي النهاية بتطلب منه تطلع على البلكونة شوية عشان تشم شوية هوا، فبيعترف إن هو بيحبها فعلا وما كانش عاوز غيرها أصلا من الأول. لحد لما بنشوف زينة عاوزة تنتحر قدامه، وطبعا بيلحقها قبل ما تعمل أي حاجة وبيسألها عاوزة تنتحر إزاي دلوقتي، فبتعرفه إن هي كانت بتختبره بيحبها فعلا ولا لأ، والواضح فعلا إن هو كان متعلق بيها. وبنرجع تاني على جابر في شخصية جديدة، والمرة دي اسمه حسن، واللي قاعد مع حماته وخطيبته نور، واللي بتكون متوترة ان ابوها هينزل من السفر بعد كام يوم، وان هي لحد دلوقتي ما تعرفش حاجة عن حسن ده اصلا غير ان هو سواق اوبر. فالام بتطمنها ان ابوها لما يرجع من السفر هيتكلم معاه في كل حاجة. واخيرا بنروح على الاسم مرة تانية وبنشوف الضابط اللي بيحقق مع والدة هالة، واللي عرفنا ان هي اختفت مع زينة في نفس الفندق ونفس اليوم. بتقول له ان هي مش عارفة توصل لبنتها من الوقت ده، واخر حاجة عرفتها ان هي هتسافر مع زينة على الجونة، وده عشان تصور اعلان جديد. فبيسألها المفروض كانت هتسافر دبي ولا الجونة، فبتقول له ان هالة عمرها ما كدبت عليها وان هي اكيد راحت على الجونة. لحد لما بنرجع تاني على ام جابر في البيت وبنشوف اخت جوزها بتوصل لها عشان تتكلم معاها. بنعرف ان في خناقه بسبب البيت وان هي عاوزه تبيعه عشان محتاجه فلوس، فبتعرفها ان هو باسم جابر وهو اللي بيصرف عليها وعليها هي كمان، وبتحصل خناقه ما بينهم. وفي الوقت ده بتلاحظ ان هو المره دي هادي جدا لما بيرجع وبتحكي له كل حاجه، وبتعرفه ان هي اتضربت بالقلم من شويه، فبيقول لها ان عمتها وقلبها طيب ولازم تسامحها عشان تعدي الايام. فبتقول له ان هو لازم ياخد حقها منها، وده اللي هنعرفه مع بعض في الجزء الثاني وايه اللي ممكن يحصل بعد كده.